السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا ما تحدثنا عنه الحلقة السابقة، موضوع تربية الأبناء هي عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مسؤولية لا خيار فيها يعني. فالحلقة السابقة تحدثت في 4 نقاط أساسية لماذا هي عبادة ولماذا هو تكليف ومسؤولية. اليوم نأتي بعد الأساليب التربوية اللي من السنة النبوية. نحن نحرص تماما، يعني نحن الأسلوب الصحيح يؤدي بنا إلى الطريقة الصحيحة وإلى النتيجة الصحيحة. هذا ما نقوله دائما في التربية. الطريقة والأسلوب اللي أنا استخدمه كمربية هو اللي يأتي في النهاية ما تحصل عليه من نتائج في تربيتي لأبنائي. أولاً أتحدث إن شاء الله في موضوع استخدام الرحمة واللين في التربية. وطبعاً يمكن الأخوة والأخوات اللي شاهدونا كثير من المواقف، في مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، والسيرة النبوية مليئة بالمواقف اللي كيف كان الرسول رحيم وكيف كان يتعامل باللين وباللطف، ودائماً كان يختار الخيار الأسهل، الحل الأسهل، الحل اللي هو أكثر يكون فيه رحمة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث اللي نحن يعني حتى نكسب ثقتنا بأبنائنا. لماذا الرحمة ولماذا اللين؟ لأن نتائج يعني كثير من الدراسات الآن أثبتت أن أسلوب العنف لا يولد إلا العنف، والحصيلة النهائية يعني أنا كمربية ماذا أريد من ابني؟ يعني أنا أريد أن أنا يعني أربيه تربية صحيحة، أريد أن أغرس فيه قيم، أريد أن يكون ابن شخصية قوية صالحة، يعني يكون زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة ونكرر دائما. ماذا نريد من تربية أبناء؟ نحن نريد أن نربي قادات للمستقبل، نريد أن يكون أبنائنا أنهم يكونوا خلفاء في هذه الأرض. فبالتالي اللين والرحمة يعزز ماذا؟ الثقة بالنفس في الطفل. النقطة الثانية، واحدة من الأساليب اللي تجعل الطفل يشعر بالأمان. إذا كان الطفل أنا استخدمت معه أسلوب اللين وأسلوب الرحمة، بالتالي الطفل ممكن يتحدث بكل أريحية، يتحدث وممكن هو يعتذر ويعبر عن مشاعره، أشياء كثيرة جدا. واحدة من الأشياء اللي ممكن الطفل من أسباب اللي هي لماذا نستخدم اللين والرحمة، ممكن عشان ما يؤدي إلى أن الطفل يستعين بالآخرين. يعني أنا مجرد ما أنا استخدمت العنف، الطفل ممكن ينحرف ويجد الرحمة من الآخرين، وبالتالي ممكن تولد عنده بعض السلوكيات الخاطئة. وأنا كنت سببت أنه يعني جعلت العلاقة بينه وبين ابنك علاقة يعني غير صالحة، علاقة سلبية، علاقة تخلو من الرحم والمودة. وهذا ما يعني سبحان الله، حتى اسم الله سبحانه وتعالى نحن نذكر في قراءتنا يعني في اليوم 5 مرات وأكثر بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمة يعني هي تعتبر واحدة من أساسيات التربية. والابتعاد عن العنف والتوبيخ، الابتعاد عن هذا الأسلوب بيؤدي إلى ماذا؟ بيؤدي لبيئة فيها تفاهم، فيها حوار، وهذا ما ذكرناه في حلقاتنا المهارات الحياتية. كيف يكون الابن يعني يحاور ويتحدث مع الآخرين بثقة وبطريقة لينة وطريقة إيجابية إذا كان الطفل فقد هذا الأسلوب في البيت، ففاقد الشيء كما يقال لا يعطيه. النقطة الثانية اللي هي من ضمن الأساليب النبوية في التربية، التوازن ما بين الحب والانضباط. الانضباط كما أذكر، الانضباط هو أساس التربية، الانضباط وليس العنف. الانضباط بمعنى أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان رحيما دون ضعف، وكان يعني حازما دون عنف. فبالتالي أنا كيف أوازن؟ ما هي المواقف اللي تحتاج أن لابد أن أكون حازمة ويكون عندي قرار كأسرة؟ أنا كأم وكأب لابد يكون عندي نظام، عندي قوانين في البيت، لابد أن أنا أحترم هذا القانون. الحياة كلها مبنية عن النظام، مبنية. إذا لم يكن هنالك انضباط فتكون الحياة سائبة. فهذا لا يتعارض مع الرحمة ولا يتعارض مع الحب. أنا أحب ابني ويعني أرحمه وأتعامل معه بكل ود، لكن لابد أن يكون هنالك حزم،
لابد يكون في انضباط، وإلا يعني حياتنا كلها مبنية يعني كلها مبنية على النظم والقوانين. فبالتالي الطفل اللي يتربى داخل البيت فيها انضباط، فيها احترام، يعلم الطفل الالتزام بالقوانين، يعلم الطفل أن يكون شخصية قوية، يعلم الطفل احترام الآخر، يعلم الطفل كيف يتعامل مع الآخرين. هذا الالتزام يبدأ من التزامنا، حتى نحن ديننا كل دين يأمرنا بالالتزام، من صلاتنا، من يعني إنسان يصحى في الفجر لحد نهاية اليوم، وهكذا. التزامنا في كل عام، في الصيام، في الصلاة، في الزكوات، في غيرها، كل العبادات هي تحت زي ما يقول يعني كلها تحت مظلة الانضباط والالتزام. الإنسان الغير منضبط لا يحترم يعني قيمه ولا يحترم دينه، وبالتالي يكون إنسان متفلت، يكون إنسان سائب، فيفعل ما يشاء وقت ما يشاء، مكان محل ما هو موجود يعني. النقطة الثانية اللي هي اللي تجعل الطفل، واحدة من ضمن كذلك القيم النبوية أو الأساليب التربوية يعني من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي غرس الأخلاق الحميدة. يعني كما جاء في الحديث إنه أقربكم مكان منزلة يوم القيامة هم أحسن أخلاق، يعني أثقل شيء في الميزان هو الأخلاق. يعني الأخلاق هو يعني الله سبحانه وتعالى مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن، وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله، لم يمدحه بالشكل ولم يمدحه بالنسب، بما أنه هو يعني الأخلاق يمثل يعني أثقل شيء، يمثل شيء أساسي. والأخلاق الحميدة اللي تجعل الابن دائما مستقر، تجعل الابن يكون محبوب، يكون من ضمنها الصدق، الأمانة، الإخلاص، الإحسان. هذه القيم وهذه الأخلاق نحن نغرسها في أبنائنا، نكون حريصين جدا، ما يكون فقط هم إنه ابني يعني يحصل درجات عالية في المواد الأكاديمية في الدراسة. طيب ماذا عن الأخلاق؟ ماذا عن السلوكيات؟ فهذه هي مسؤولية وأمانة أمام الله سبحانه وتعالى. ففي حديث الرسول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن خلال أنا كيف أقرس هذه الأخلاق؟ من خلال الأمثلة، من خلال القصص. والنقطة الأخيرة اللي هي الرابعة من ضمن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، تشجيع أبنائنا على طلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كما يعني ذكر شيخنا وأستاذنا الدكتور النابلسي، يقول إذا أردت الدنيا عليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة عليك بالعلم، وإذا أردتهم يعني كلاهما فعليك بالعلم. العلم يرفع الأمم، العلم يعني علم أن الإنسان يتعرف على الله، العلم أنه ابن أنا يعني من خلال أنا ابني يعني مثلا أدرسه عن دينه، عن الله سبحانه وتعالى، أسماء الله وحسنى. هذا العلم اللي يجعل الابن قوي، يستطيع أن يكون عنده رأي، يستطيع أن من خلال هذا العلم يعتز بهويته الإسلامية، يعتز كأن بأنه هو مسلم. هذا العلم الذي ترتقي به الأمم، ولذلك يعني جاء أنه طلب العلم فريضة يعني لأهمية العلم. ونحن نطلب يعني نغرس في أبنائنا هذا الهم وهذه الهمة، كما ذكرنا يمكن في حلقاتنا السابقة أنه ترتقي الأمم، كيف نغرس في أبنائنا الهمم العالية. وأنا يعني يمكن الآن في زمننا هذا سبحان الله واحدة من التحديات الكبيرة جدا، أبنائنا أصبحوا ملهيين بهذه الوسائل. أنا أتذكر في لقاء مع أحد الشباب الطلاب الآن هو ممتحن للجامعة، يقول لي ليه يا دكتور أنا أضيع وقتي وزمني أدرس الجامعة وأعمل ماجستير ودكتوراه؟ يقول ده طريق طويل يعني حياة طويلة يعني، فعايز يختصر أن يكون مشهور بهذه بعد الفيديوهات. وهذه للأسف يعني اللي هي المفاهيم الخاطئة في فهمنا حتى للوسائل التواصل الاجتماعي، وحتى وسائل اللي هي الآن أصبحت هي يعني فرضت علينا أنظمة سبحان الله يعني غيرت يعني شكل حياتنا. فبدأوا الأبناء وكثير حتى الأخوات، يعني في أخوات في أستراليا وفي كندا وفي أوروبا بشكل عام في المهجر، الآن تجيني استشارات واتصالات يقول لي إحنا أبنائنا ما عندهم رغبة للدراسة، يعني ما عندهم طموح، يعني يروا إنه ده مشوار طويل. ففي واحدة من الشابات قلت لها إيش رأيك، هي تدرس وما شاء الله هي
تعتبر من البنات اللي عندهم دور في المجتمع وكذا. قلت لها إيش رأيك كيف تقنع الشباب؟ فقالت لي طيب أنا أتكلم مع الشاب أقول له إذا أنت يعني ما عايز تكمل دراستك، طيب يعني هل ترغب أن تكون مهندس ولا تكون عامل يعني؟ فبدأت تناقش مع هذا المهندس. صحيح هو يتعب في البداية ويحصل هذه الدرجة العلمية، لكن في النهاية حيكون مكانته مرموقة والطريقة العمل بيكون أسهل. لكن لما أنت تكون تعمل أعمال مثلا تكون فيها مشقة وأعمال متعبة، أولا عائد يكون قليل جدا، وحتى الارتقاء فيها ما يكون بنفس المستوى. عموما يعني العلم اللي نحن لما يعني نذكر في العلم وأهمية العلم حتى يكون لهذه الأمة شأن. الأمة ترتقي بعلمائها في كل المجالات، ليس فقط علوم الدنيا، لكن يعني كل ما يعني ما يتعلق يعني بالعلم، يعني لأنه يكون طبيب ماهر، مهندس، يعني يكون هو يعني يشار إليه في بنان، منتج، يكون أمة منتجة، أمة يعني لها شأنها، أو كما يقال يعني اليد العليا خير من اليد السفلى. نحن نرتقي، يعني الأمم تتقدم، وهذا ما وجدناه في تاريخنا الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية. في بداية كل العلماء كانوا من العالم الإسلامي. فهذه هي واحدة من المعضلات، كيف نشجع أبناء من وقت مبكر من خلال نموذج، من خلال لقاءات، من خلال برامج، من خلال توجيه. وهذه هي واحدة من الأشياء الهامة جدا اللي حثنا عليها ديننا الحنيف، واللي كانت واحدة من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيتنا لأبنائنا. فهذا الأمر يعني حتى لا يعني كثير من الأولياء أمور أنا أشعر يعني معاناتهم في إنه كيف يعني يتعاملوا مع أبنائهم اللي الآن يعني ما حابين يواصلوا الدراسة. خاصة أنا لاحظت هذا الأمر يعني منتشر أكثر بين الذكور من الإناث. يعني يمكن نلاحظ في زمننا هذا الإناث أكثر هم إقبالا على الدراسة، أكثر تجد عندهم التحدي والهمة، وأنهم عايزين يحققوا يعني درجات عالية في المستوى الأكاديمي وحتى على مستوى البرامج بشكل عام. وصلنا لختام حلقتنا هذا اليوم. إن شاء الله نكمل الجزء الثالث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.